الفيديو ده هنتكلم عن السؤال الأورال الشفوي بتاع السكشن رقم 7 فيسيولوجي، اللي هو اسمه ثايرويد فانكشن تيستس، الاختبارات للغدة الدرقية. تمام. طب السؤال ايه؟ السؤال بيقول compare between hypothyroidism و hyperthyroidism، يعني قارن بين مرض الهايبوثايروديزم ومرض الهايبرثايروديزم. هتكون الإجابة عن طريق جدولين. تمام. والجدولين دول فيهم أوجه مقارنة، فأنا هقول أوجه مقارنة الأول وبعدين أقول الوجه المقارنة ده بالنسبة للمرضين، سواء هايبر ثايروديزم أو هايبو ثايروديزم. تمام. أول وجه مقارنة اللي هو الانسيدنس، اللي هو نسبة الحدوث. نسبة حدوث مرض الهايبر ثايروديزم أعلى من نسبة حدوث مرض الهايبو ثايروديزم. نسبة حدوث اللي هي الانسيدنس بتاعت مرض الهايبر ثايروديزم 1.2%، لكن نسبة حدوث الانسيدنس بتاعت مرض الهايبو ثايروديزم هي 4%. تاني حاجة المين كيوز، اللي هو السبب الأساسي لحدوث مرض الهايبر ثايروديزم هو مرض جريفز از ديزيز. لكن السبب الرئيسي والأساسي بتاع حدوث مرض الهايبو ثايروديزم هو مرض هوشيموتو ديزيز. تمام. تمام. بعد كده هنقول المانفستيشنز، اللي هي الأعراض بتاعت مرض الهايبر ثايروديزم ومرض الهايبو ثايروديزم. أول حاجة من الأعراض دي من ناحية أو من حيث الميتابوليزم، ومن بعديها من حيث الجلد. تمام. أول حاجة من حيث الميتابوليزم هي إيه؟ اللي هو الأيض. الميتابوليزم هو الأيض. في مرض الهايبر ثيروديزم بيكون الأيض عالي. ليه؟ الثيروكسين هيكون عالي. تمام. في مرض الهايبر ثيروديزم بيكون الثيروكسين عالي. معنى ان الثيروكسين عالي يبقى ده يعمل ايه؟ الثيروكسين عالي ده معناه ان الانزيمات والمستقبلات هيتكونوا بصورة كبيرة. يعني ايه؟ يعني كميتهم هتكتر. فمعنى الانزيمات عالية يعني الايض هيزيد. معنى الايض زاد، معنى ان الايض زاد اللي هو الميتابوليزم، يعني الطاقة هتزيد والحرارة هتزيد. الحرارة تزيد يعني التمبريتشر تزيد، انت عارف. طب يعني ايه الطاقة تزيد؟ معنى ان الطاقة تزيد يعني ايه الطاقة تزيد؟ يعني يزيد الكالوريجنيسيس. كالوريجنيسيس يعني تكوين الطاقة او تخليق الطاقة. حلو. تمام. فمعنى ان الثيروكسين عالي بالتسلسل ده اللي قلته ده، الطاقة هتزيد، تكوين الطاقة هيزيد. فهو بيقول عامل سهم اللي فوق كالوريجنيسيس، تكوين الطاقة هيزيد. تمام. بجانب كده انا قلت الحرارة هتزيد، ده كمان الحرارة هتزيد لدرجة ان الانسان مش هيتحمل درجة الحرارة العالية اللي هو فيها. تمام. او اللي هي فيه اساسا. تمام. يعني هيبقى درجة حرارته عالية لدرجة انه مش هيستحمل الحر. بيقول ايه؟ body cannot tolerate hot. يعني جسم الانسان او الانسان لا يتحمل. tolerate يعني يتحمل. تمام. فcannot او can't tolerate يعني لا يتحمل. فالجسم لا يتحمل الحرارة، يعني درجة حرارته عالية لدرجة انه مش يتحمل درجة حرارته هو اساسا. تمام. تاني حاجة وزن الجسم هيقل بالرغم من زيادة الشهية. بادي ويت يعني جسم قصدي بادي ويت يعني وزن الجسم. تمام. فوزن الجسم هيقل بالرغم من، معناها ان سبيت اوف يعني بالرغم من. تمام. وابيبت يعني الشهية، يعني هيقل وزن الجسم مع ارتفاع او بالرغم من ارتفاع او زيادة الشهية. وهيحصل كمان ماسل وكنس، ضعف في العضلات. وهتزيد أنشطة أجهزة كل الجسم اللي في الجسم كلها، سواء جهاز القلب والأوعية الدموية CVS، أو الGIT اللي هو جهاز المعدة والأمعاء، وكمان الريسبيراتوري سيستم اللي هو الجهاز التنفسي. برضو كل الثلاث أجهزة دول وكل أجهزة الجسم نشاطها هيزيد. تمام. تمام. بعدين بقى هنروحوا لأعراض ومظاهر
الهايبوثايروديزم من حيث الميتابوليزم اللي هو الايض. تمام. من المرض الهايبوثايروديزم من حيث الايض بتاعه هيكون قليل. ليه؟ الثيروكسين هيبقى قليل. ثيروكسين قليل زي ما قلت انا، هيبقى فيه مستقبلات قليله وانزيمات قليله. الانزيمات دي بقى هي اللي بتعمل الايض. الانزيمات دي بقى قليله عشان الثيروكسين قليل، فالانزيمات قليله. ده معناه ان الايض اساسا قليل. الايض قليل يعني الطاقه قليله وحراره قليله. الطاقه قليله يعني تكوين الطاقه قليل، زي هو كاتب، ما هو كاتب كده، بكاتب سهم لتحت كالوريجنيسيس، يعني تكوين الطاقه وتخليق الطاقه قليل. وفعلا كمان حاجه تانية، مش انا قلت الحراره هتقل؟ حرارته، الحراره هتكون قليله صح؟ مش قلت انا طاقه قليله وحراره قليله؟ ايوه. ده الحراره هتكون قليله لمدى، او لان الانسان او جسم الانسان مش هيتحمل البرد. وانا عامل حته هنا، الدكتور ناصر قايل لنا على الكلمه اللي هي متشاور عليها باللون الاصفر دي، هتبدلوها بكلمه كولد، بارد او البرد. مكتوبه غلط في الداتا، في الداتا مكتوبه غلط، اكتبها كولد. تمام. انت الحراره بتاعت الجسم هتقل لدرجه انه مش هتحمل البروده اللي هو فيها، مش هتحمل. كان نوت توليريت يعني لا يتحمل. تمام. بجانب كده الوزن بتاع الجسم هيزيد، بالرغم من ان سبيت اوف يعني زي ما قلت انا، بالرغم من هيزيد وزن الجسم بالرغم من قلة الشهية. الأبيبت يعني شهية، هتقل الشهية. وكمان يحصل ماسل فاتج يعني تعب في العضلات. تمام. وهتقل أنشطة أجهزة كل الجسم اللي في الجسم كلها. تمام. من بعديها انت هتشوف الجلد اللي هو السكن في الهايبر ثايروديزم. المرض ده بيكون ويت وسويدنج وفلاش وهوت. يعني ايه برضه؟ ما انا واحد الفلاش مش عارف انا معناها، وسويتنج مش عارف معناها. فانا ازاي يعني هتقول لي انت الكلمات دي وانا اساسا مش عارف معناها؟ اقول لك انا، هوت يعني ساخن. تمام. حرارته عالية الجلد. وكمان ويت يعني مبلل. تمام. وسويتنج يعني عرقان او مليان عرق. تمام. ما انت حرارة عالية، فحرارة عالية الجسم اكيد هيعرق، فهيكون الجلد مبلل وعرقان وفلاش يعني محمر عشان درجة الحرارة عالية. لكن في مرض الهايبوثايروديزم بيكون الجلد ايه بقى؟ كورس ودراي ويلو. يلو يعني اصفر، دراي يعني جاف، كورس برضو يعني ايه؟ يعني جاف برضو. تمام. هيكون جاف ولون اصفر. تمام. بعد كده هنكمل اوجه المقارنه بتاعه مرضين الهايبو ثايروديزم والهايبر ثايروديزم. تمام. ايه وجه المقارنه الجاي ده؟ اقول لك المكان اللي انا مشاور فيه باللون زي رمادي كده. تمام. او زي ما انت شايفه يعني هو رمادي. تمام. المكان ده انت تكتب فيه ايه؟ انت الاسم التاني للمرضين. ايه هو الاسم التاني للمرضين؟ اقول لك انت، مرض الهايبر ثايروديزم ليه اسم تاني، هو اكسوفاتيلماس جيوتر، يعني الجوتر الجحوظي. تمام. لكن مرض الهايبو ثايروديزم ليه اسمين، بيتسمى كريتينيزم لو حصل مرض الهايبو ثايروديزم في الطفولة يعني قبل البلوغ. ومرض الهايبو ثايروديزم بيتسمى ميكسوديما لو حصل مرض الهايبو ثايروديزم بعد البلوغ افتر بيبرتي. تمام. نكمل. بيقول ايه؟ مستوى الكوليسترول في الدم هيكون ازاي في مرض الهايبر ثيروديزم ومرض الهايبو ثيروديزم؟ مستوى الكوليسترول في الدم في مرض الهايبر ثيروديزم بيكون قليل. ليه قليل؟ يعني هايبو كوليستروليميا. هايبو كوليستروليميا يعني مستوى الكوليسترول قليل. ليه قليل؟ اقول لك انت، هنا في مرض الهايبر ثيروديزم بيكون الثيروكسين عالي، فمعنى ان الثيروكسين عالي تبقى هيعمل مستقبلات. تمام. المستقبلات دي هتعمل ايه؟ ترتبط مع الكوليسترول وتكسره. تمام. فمعنى ان هنا في الثيروكسين عالي يعني المستقبلات دي كتير، يعني هتكسر كوليسترول كتير، فالكوليسترول هيقل في الدم. حلو. طب في مرض الهايبوثايروديزم الثيروكسين قليل، صح؟ الثيروكسين قليل كده، مستقبلات قليلة، فمستقبلات قليلة
تمام. فمعنى ان كده ان الكوليسترول بدل ما كان هيرتبط بيها ويقل، لا ده هو هيبقى عالي في الدم، عشان مش هلاقي مستقبلات كتير او كافية ان هي تقلله. بعد كده افراز او مستوى افراز هرمون التي سي اتش في المرضين اللي هما الهايبر ثايروديزم والهايبو ثايروديزم هيتحدد ازاي؟ اقول لك حاجه سهله خالص. الهرمونين بتوع تي 3 وتي 4 في مرض الهايبر ثايروديزم بيكونوا عاليين، صح؟ تمام. تمام. طب هيبقى ازاي افراز هرمون التي سي اتش؟ اقول لك. لو كان السبب في مرض الهايبر ثايروديزم ايه انت مشكلة او عيب في الغدة الدرقية، يعني سبب برايمري. السبب البرايمري هو اني في مشكلة في الغدة الدرقية. تمام. اقول لك انا التي 3 وتي 4 عاليين، فلو المشكلة في الغدة الدرقية يبقى الغدة النخامية سليمة، فالتي 3 وتي 4 هيروحوا للغدة النخامية، تمام، ويخلوها تعمل نيجاتيف فيدباك وتقلل افراز التي اس اتش فيقل. تمام. طب لو كان السبب سكندري، يعني السبب مشكلة أو عيب في الغدة النخامية، أنت عارف التي 3 وتي 4 عاليين، فهم أساسا حتى لو راح الغدة النخامية، الغدة النخامية فيها مشكلة، فبرضه إفرازها من التي سي اتش برضه هيكون عالي. تمام. يعني مش هتأثر أساسا، مش هتقدر تعمل نيجاتيف فيدباك. مش هتقدر تعمل نيجاتيف فيدباك، يعني التي سي اتش مش هيقل. يعني إيه مش هيقل؟ يعني هيبقى زايد، فيبقى زايد زي ما قدامك. تمام. اقول لك. بعدين تروح انت للمرض اللي اسمه هايبو ثايروديزم. في مرض الهايبو ثايروديزم انت عارف ان التي 3 والتي 4 قليلين. تمام. فازاي هيكون افراز هرمون التي سي اتش؟ سواء لو كان السبب في الغده النخاميه او في الغده الدرقيه. نبدا بالسبب البرايمري، اللي هو مشكله او عيب في الغده الدرقيه. تمام. انت عارف ان التي 3 وتي 4 هنا قليلين. معنى ان هم قليلين والسبب في الغده الدرقيه، يعني الغده النخاميه افرازها عالي. ليه؟ علشان برضو ايه انت هنا في فيدباك بقى، بس ايه انت بوزيتيف فيدباك انهم اصلا قليلين. فالغده النخاميه، قصدي الغده النخاميه هتروح تفرز كتير تي اس اتش. تمام. لكن المشكلة بقى التانية اللي هي مشكلة في الغدة النخامية، لو سبب البرايمري قصدي السبب السكندري بقى. السبب السكندري اللي هو مشكلة أو عيب في الغدة النخامية، إن التي 3 وتي 4 قليلين، فهم هيروحوا للغدة النخامية يقولوا لها إيه؟ افرزي تي اس اتش أكتر. فمش هتقدر تعمل كده، فيبقى قليل. طب العلاج، العلاج لمرض الهايبوثايروديزم هو دواء اسمه ليفو سايروكسين. وفي ايودين ده برضو دواء بجانب الليفو سايروكسين بيعالج الهايبوثايروديزم المرض ده. طب علاج الهايبرثايروديزم بيكون عن طريق حاجة من ثلاثة. أول حاجة علاج طبي عن طريق الانتي ثايرويد دراجز، اللي هي أدوية مضادة للغدة الدرقية، ان هي بتقلل افراز الهرمونات الغدة الدرقية. تمام. عشان ايه؟ احول الانسان اللي عنده مرض الهايبرثايروديزم انه يكون ايه الى انه يكون ايه انسان طبيعي. او كمان ممكن اديله دواء تاني اسمه بيتا بلوكرز. تمام. او ممكن اديله حاجة تانية اللي هي كيميكال سايرودكتومي باي راديو اكتيف ايودين، يعني اديله يود مشع. تمام. او كمان اعمل عملية جراحية.